تفتكروا كده اللعنة ممكن تيجي من كرة قدم ولا من علاقة عاطفية؟ النهارده عندنا حكاية غريبة جدا، حكاية بتجمع بين برشلونة وريال مدريد، بين العاطفة والإصابات، وبين طبعا مغنية أرجنتينية قلبت الدوري الأسباني كله. استعدوا معايا كده عشان النهارده هنتكلم عن لعنة نيكي نيكول، اللعنة اللي خلت الكلاسيكو يتحول ما بين صراع كروي لصراع في المستشفيات. تعالى مولى. كيمو ما بيخرجش بس حبيب الناس. كيمو توب التوب وانت توب بس مش بالتاء. يا سلام سلم، يعني من بعد كام يوم بس من الشائعات اللي ولعت السوشيال ميديا ان يامال هرب على ايطاليا مع بنت ارجنتينيه غامضه كده، طبعا ده بعد خساره الكلاسيكو، نلاقي الواد نفسه بيعلن عن الانفصال في هدوء تام جدا، زي ما يكون بيقول لنا ايه، سيبوني بقى العب كوره، سيبوني امتعكم. بس هنا بقى المفاجاه، الموضوع اللي كان باين في الاول ان هو قصه حب مراهقه وخلصت، اتحول لقصه فيها لعنه واصابات وتشتيت ذهن. اول حاجه ان في صفحات كتير جدا على السوشيال ميديا نزلت بوستات كرتونيه بتلمح ان نيكي نيكول هي السبب في اصابه يمين يامال. يعني الام العانه دي مش من كتر التمارين، لا دي من حاجه تانية كده، ده قصدهم. انا ما قلتش حاجه، تمام، قلنا خلاص علاقه وخلصت والواد يركز بقى ويشوف مصلحته. لكن الكارثه هنا بقى لما نلاقي ان التاريخ بيعيد نفسه بس مع الفريق المنافس ريال مدريد. سؤال بس كده، يعني هو في حاجه اسمها انتقال الاصابات عن طريق العلاقه العاطفيه؟ انا اول مره اسمع الكلام ده. يعني لعنه الحب تنتقل من برشلونه لريال مدريد؟ تعالى بقى اما اجيب لك الزيتون. بعد انفصال يامال عن نيكي نيكول الشائعات كترت قوي وولعت تاني، بيقولوا ان نيكي نيكول سابت يميل يامال وعملت علاقه عاطفيه تانيه مع حد تاني. يا ترى مين؟ مع فرانكو ماستيان، ده نجم ريال مدريد الصاعد ومن نفس موطنها، ارجنتيني برضه. والاغرب بقى هنا ان النجم ده لسه عنده 18 سنه برضه، ولسه جاي ريال مدريد من ريفر بليت، يعني لسه الواد جاي داخل ريال مدريد قريب. بيغيب بقى دلوقتي عن ريال مدريد بسبب برضه نفس الاصابه، اصابه في العقل. يعني مش كفايه العداوه اللي بين ريال مدريد وبرشلونه، لا انتقلت بقى في الاصابات كمان. خلصنا بقى من كلام الشائعات والكلام الكتير اللي اتقال. تعالوا بقى احكي لكم عن تاريخ الاصابه دي في التاريخ الكروي كله. اصابه العانه هي من اكتر الاصابات الغامضه اللي بتصيب اللعيبه اللي في سن صغير، اللي عاده بتكون بسبب اجهاض عضلي مفرط او خلل في عضلات البطن والفخذ. لكن الغريب هنا بقى ان هي ضربت نجوم كبار قبل كده. عندك ماركو رويس اتصاب بيها في سنه 2017 وهو في بروسيا دورتموند وغاب عنها شهور. عندك بول بوجبا عانى منها في يوفنتوس بعد كاس العالم في سنه 2022. عندك التاريخ ايدن هازارد اللي كانت الاصابه دي من اكتر الاصابات اللي رجعت في مستواه وهو كان في ريال مدريد. عندك برضه لويس سواريز اللي اتصاب بيها قبل ما يسيب برشلونه في 2020. اللي عايز اقوله لك ان الاصابه دي مش بسيطه خالص، الاصابه دي بتسحب القوه والتركيز من اللعيبه وبتخليه يفكر في كل خطوه بياخدها في الملعب. بس بقى هنا لما الاصابه تحصل للاعبين صاعدين في نفس الوقت ويكون بينهم عامل مشترك وهو نيكي نيكول، اكيد طبعا الناس تربط الحكايه ببعض. وطبعا مواقع كتير جدا طلعت نفت الحوار ده وقالت يا جماعه ان ماستيانتونو اصلا مرتبط بفتاه ارجنتينيه تانية واصلا ما جتش معاه مدريد. بس طبعا السوشيال ميديا ما بترحمش واي صدفه بقت دليل مؤامره. السؤال بقى هنا دلوقتي، هل دي فعلا لعنه ولا دي مجرد صدفه غريبه في عالم مليان اشاعات؟ هل ممكن الطاقه السلبيه تاثر على جسم اللاعب فعلا؟ انا كل اللي اعرفه دلوقتي ان اي لاعب صاعد في اسبانيا اول ما يقول ان عنده مشاكل في العانه هتيجي سيره نيكي نيكول. بس كده، استنونا الحلقه الجايه بقى في حكايه غريبه برضه، وبرضه قولوا لنا اقتراحاتكم في الكومنتات، انتوا عايزين نتكلم عن مين او عايزين تعرفوا ايه عن مين، واستنونا دايما بحكايات اغرب ومواضيع اكتر سخونه كده. سلام.